السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. معكم ريم أحمد من قناة ريم كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الأخير، الجزء الثالث والأخير من الشال. احنا خلاص خلصنا اهو بالشكل ده. فاحنا شغلنا هيبقى كده. بصوا، طبعا كل الخيوط الطايرة دي هتتنضف بعد كده بإبرة تنظيف، مش كده بخليها للآخر خالص، بنضف مرة واحدة. فاحنا شغلنا هيبقى هنا. أنا عايزة أقرب بس كده على الكاميرا أهو. بصوا، الشغل بتاعنا هيبقى في الجزئين دول، في الجزئية ديت وفي الجزئية ديت. فاحنا هنبدأ مع بعض ديت الناحية دي الأول، وهشرح لكم الناحية التانية هنشتغلها مع بعض ازاي. وفي آخر الفيديو زي ما اتفقت معاكم هقول لكم احنا استخدمنا قد ايه خيط. انا هكمل بأليزا سكريم بيبي، ويفضل ان انت في شغل الشيلان تشتغلي بحاجة بخيوط أتخن شوية. لما انا معرفتش اطلع بقى الخيط من جوه ماسك في بعضه جامد، فهنشتغل كده مفيش مشكلة. هنقول بسم الله. طبعا انا بشتغل بمقاس ابرة 3. تختاري الابرة على حسب نوعية الخيط اللي حضرتك بتشتغلي بيه. تمام. هنبدأ هنا في الناحية دي، وده طبعا وش الشغل. اهم حاجة تبقى واخدة بالك انت تشتغلي عند وش الشغل. تمام. هنا عندنا الفراغ ده كان 11، وهنا 5 و5، وبقية الفراغات خمسات ما عدا هنا 11. فهنشوف دلوقتي هنشتغل فيه ازاي. هنعمل ثانية واحدة بس كده. هناخد بقى كده نمسك الخيط ده كده معانا عشان هنشتغل عليه عشان يبقى ماسك كويس. هرتفع 1 2 3، ده أول عمود. هشتغل تاني عمود بالشكل ده. ده العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع بالشكل ده. كده في الفراغ ده اهو، انا هجيبهم كده شوية، ودي طبعا هننضفها. كده في الفراغ الكبير او الفراغ اللي هو بيبقى فيه الزاوية، هنشتغل فيه 4 عمود بلفة. تمام. وهنيجي هنا هيقابلنا اول 4 عواميد، هنشتغل فوق كل عمود عمود. تمام. ثانية واحدة. هشتغل فوق كل عمود عمود. ادي اول عمود، فوق العمود التاني، فوق العمود التالت، وادي العمود الرابع. هيقابلنا ال5 سلاسل دول، هنشتغل فيهم اللي هما دول هنشتغل فيهم 3 عمود. 1 2 3. هيقابلنا بعد كده غرزة الحشو دي، هنشتغل فوق غرزة الحشو عمود. تمام بالشكل ده. هنرجع تاني ال5 فراغات اللي بعد كده هيقابلونا، هنشتغل فوقيهم 3 عمود بلف بالشكل ده. هيبقى ال5 فراغات هنشتغل فيهم 3 عمود بلفة. الفراغ اللي بيبقى عند الزاوية بتاعة الوحدة هنشتغل فيه 4 عمود بلفة. وغرز الحشو اللي هتقابلنا هنا، في غرزة حشو اللي احنا قفلنا عندها، هنشتغل فوقيها عمود. تمام بالشكل ده. طبعا كل يخش الطريقة دي هتنضف. وهنرجع هنشتغل في الفراغ، هنشتغل 3 عمود في الفراغ اللي فيه 5 سلاسل، هنشتغل 3 عمود بلفة. تمام. نسلك بس شوية خيط. تمام كده. اشتغلنا هنا 3 عمود بلفة. هنيجي في الفراغ اللي بعده هنشتغل برضو 3 عمود بلفة في الفراغات اللي عند في الضلع بتاع الوحدة اللي هي 5 سلاسل اللي احنا كنا سايبينها، هنشتغل 3 عمود بلفة. تمام. هنتقل بقى للمجموعة اللي بعدها 3 عمود بلفة.
3. في هنا غرزة حشو انا نسيتها اهو، يعني بصوا انا نسيتها كذا مرة. احنا اشتغلنا هنا اشتغلنا هنا. إيه، خلي بالك عشان لو سرحتي زي كده ممكن تضطري ان انت تفكي سطر كامل. يعني كويس انها حصلت معانا اهي. هشتغل فوق غرزة الحشو دي غرزة حشو. تمام. طبعا لو كنت طلعت الدور اللي بعده كنت خلاص هعالجها، بس هبقى واخده بالي ان انا في الجنب التاني هشتغل برضو بنفس الطريقه عشان إيه الشكل يبقى زي بعضه، الجنب ده يبقى قد الجنب ده بالظبط. هشتغل هنا 3 عواميد بلفه، وهرجع اشتغل فوق غرزه الحشو غرزه حشو، وبعد كده هرجع اشتغل 3 عواميد بلفه في الفراغ ال5 سلاسل. ما ننساش في الفراغ ال5 سلاسل بنشتغل 3 عمود بلفه. وممكن تشتغلي 4 عمود بلفة، بس على حسب وجهة نظر حضرتك انت للشغل. هنا فوق كل عمود هيقابلنا هنشتغل عمود بالشكل ده، فوق كل عمود عمود. تمام. وهرجع هشتغل هنا الفراغ ده اللي هو بتاع الدرع بتاع الوحدة، هنشتغل فيه 4 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 بالشكل ده. هكمل لحد ما هوصل لنهاية الوحدة ديت ال3 وحدات. ادي اول وحدة تاني وحدة تالت وحدة. هنشتغل في الفراغ اللي هو بتاع الزاوية بتاع الوحدة ده، هنشتغل 4 عمود بلفة، وهنا 4 عمود بلفة، وهنا هنشتغل فوق كل العمود هيقابلنا عمود، وفي الفراغ بتاع ال5 سلاسل هنشتغل 3 عمود بلفة، وفوق كل غرزة حشو هتقابلنا هنشتغل غرزة حشو. هخلص لحد نهاية الدور وارجع لكم. خلاص انا وصلت لنهاية الدور. بصوا اهو خلاص كده، واشتغلت في الفراغ 4. هعمل ايه تاني؟ هرتفع 1 2 3، ده كده اول عمود معايا، وهرتفع سلسلتين فراغ، وهلف شغلي بالشكل ده كده، وهلف الخيط على الابرة. هسيب يعني ده كده اول عمود معانا، هسيب ادي اول غرزة، تاني غرزة، اخش في الغرزة التالتة. يبقى احنا سيبنا من تحت عمودين غرزتين بالسلسلتين الفراغ اللي احنا سيبناهم فوق. بعد كده هرجع اشتغل 1 2، وبرده هرجع هسيب غرزة 2، هخش في التالتة هشتغل عمود بلفة. الدور ده كله هنشتغله كده. هرجع تاني 1 2 سلسلتين، وهرجع اشتغل 1 2 في الفراغ التالت او في الغرزة التالتة. تمام. 1 2 سلسلتين، وهرجع هسيب ادي غرزة 2، هخش في الغرزة التالتة. الدور ده كله هشتغله بنفس الطريقة، سلسلتين وبعد كده بشتغل فيه وبسيب تحت بسيب غرزتين، وبشتغل فيه فوق العمود التالت. هخلص انا بالطريقة دي، هشتغل سلسلتين عمود ما بين كل سلسلتين وسلسلتين، بسيب من تحت فراغ غرزتين واشتغل في الغرزة التالتة. هخلص الدور ده كله بنفس الطريقة وارجع لك. تمام. احنا هنا خلاص عملنا السلسلتين، بس جينا تحت هنلاقي فيه عمود زيادة فاستثنائي، هنعمل سلسلة تالتة، وهلف الخيط على الإبرة وهقفل في السلسلة التالتة من السلاسل الارتفاع. بس بعد كده شغلنا كله هيبقى سلسلتين مش هتتكرر تاني، يعني احنا مش هنعملها تاني. ممكن يجيلك الشغل زيادة او نقصان، انت بتظبطي شغلك. خلاص هرتفع بقى 1 2 3، ده اول عمود معانا. هلف شغلي بالشكل ده كده، وهعمل ايه؟ هشتغل في كل فراغ هيقابلني 3 عمود بلف. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وهروح على الفراغ اللي بعده وهشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3.
هروح على الفراغ اللي بعده، 1 2 3، وهكذا هكرر. هشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة. انا هخلص السطر ده كله عشان اوريكم بس الفكرة، وبعد كده هرجع انا هكمل بقية الادوار، وبعد كده هرجع اكمل معاكم بقية شغل الشال. في كل فراغ هيقابلنا هنشتغل 3 عمود بلفة. هكمل لنهاية الدور وارجع لكم. تمام، انا خلاص خلصت. هنعمل ايه بقى؟ هنقفل بسلسلة هنقفل بيه عمود في السلاسل. ادي سلسلة 2 3، هنقفل في السلسلة التالتة كده بعمود عشان يبقى شغلنا زي ما بدأناه زي ما انا هناك. تمام، وهطلع 1 2 3. ده كده اول عمود. 1 2 السلاسل الفراغ اللي احنا متعودين عليها مع بعض. هنعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل في الفراغ اللي هيقابلني ده، الفراغ اللي ما بين المجموعات اهو ده. بصوا هنا في الفراغات اللي هتقابلني. تمام، زي ما اتفقنا هرتفع بقى 1 2، هلف الخيط على الإبرة، هشتغل في الفراغ ده اهو. احنا هنا اشتغلنا 3 عمود بلفة، بعد كده انتقلنا للفراغ اللي بعده. الفراغ اللي في النص دوت اللي ما بين التلاتة والتلاتة، هو ده هيبقى شغلنا بالشكل ده كده. هكمل انا بقى لحد ما اوصل لنهاية الدور. 1 2، هعمل معاكم اخر واحدة اهي. هخلص الادوار دي كلها وارجع لكم تاني. تمام، انا كده خلاص. طبعا انا الخيط للاسف ما كفاش معايا، فهشرح لكم بقيه الشال ازاي هتشتغلوه، ازاي هتكملوا. هنا ده انتوا بتشتغلوا الطول على حسب ما انتوا عايزين، فهنقول تقريبا الطول هيبقى اللي هتشتغلوا عليه. يعني انا بالنسبه لي كنت هشتغل الطول على كام، هقول لكم دلوقتي، على حوالي 70 سنتي. تمام، بالنسبه لي انا، فانا بالنسبه لي 70 سنتي. يبقى انا الخيط للاسف انا ما لقيتش نفس الخيط، ودورت كتير بصراحة مش موجود، مع ان اليزا متوفرة دايما في كل المحلات، بس الدرجات اللي انا عايزاها للاسف انا ما لقيتهاش. للاسف انا بعتذر جدا جدا جدا، لان دي حاجة مزعلاني جدا. فهنا ده هتشتغلوا الطول اللي حضراتكم عايزينه. شوفي حضرتك عايزة الطول 70، عايزة 80 سنتي، يرجع ليكي. انا هقولك لو هتشتغلي بنفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه، يعني لو هتشتغلي بنفس الخيط هتجيبي 5 بكرات من ده او 4 بكرات. لو هتعملي شراشيب كتير وتعمليها كثيفة، هيبقى 5 بكرات من الجنجا اليزا سكرين بيبي. وهتجيبي من الخيط البني اللي انا اشتغلت بيه ده، هتجيبي منه بكرتين عشان تقدري في الاخر تعملي الشراشيب بتاعته وتبقى كثيفة معاكي ومظبوطة. تمام، هنعتبر ان احنا كده خلاص انا وصلت مثلا للطول اللي انا عايزاه. فهوريكم هنكمل ازاي. ده طبعا هنسيبه دلوقتي، هنشتغل بيه دلوقتي، هقول لكم هنعمل بيه ايه. الشال ده غير ال9 وحدات اللي انتوا اشتغلتوهم في الخلفيه بتاعه الظهر. 9 وحدات ديت بتشتغلوا 3 وحدات تاني اماميه و3، يعني تشتغلوا 6 امامي، 3 بيبقوا في الطرف ده و3 في الطرف دوت. تمام، فانا كده بصوا هقول لكم هنعمل ايه. نجيب ابرتنا ثانيه واحده، ونركن بقى دلوقتي الشال ده كده على جنب. هنعمله كده عشان احنا هنرجع له تاني. تمام، هنعتبر ان هما دول كده التلاتة بتوعنا اهو. خلاص، طبعا انا جبت لون تاني لاني ما لقيتش الدرجات اللي انا عايزاها، فاضطريت ان انا اشتغل بلون تاني عشان بس اشرح لكم الفكرة ازاي انتوا بقى تنفذوها في الشال لما تجيبوا ان شاء الله الخيط انتوا هتشتغلوا بيه. انا هعتبر ان انا كده خلاص. هعمل ايه؟ هعتبر ان انا عايزه اعمل دي بس سلسله كده عشان ما تفكش معايا. انا مش عايزه طبعا اقطع الخيط، فاعتبرنا ان دي كده موجوده. هيجي هنا في الفراغ ده عندك 2 حل، يا اما تشتغلي تشتغلي حشو، او تشتغلي عمود، يعني عواميد بلفه زي اللي احنا اشتغلناها هنا. فانا هشتغل حشو. ماشي، هاخد ده كده، انا طبعا مش عايزه اقطع الخيط، هشتغل 4 حشو. ادي 1 2
3 4. تمام، ادي كده 4 حشو. خلاص، هنعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه في الوحدات ديت من فوق لما بدأنا نشتغل ده، نفس اللي هنعمله هنا، بس انت بقى براحتك، يعني تشتغليه حشو او تشتغليه عواميد بلف. هنشتغل فوق ال4 عواميد دول، فوق كل عمود عمود هنشتغل برضو حشو، فوق كل عمود هنشتغل حشو، غرزة حشو. تمام، بالشكل ده. يفضل طبعا ان الجنجاه او اللون ده يبقوا الاتنين قريبين شويه لبعض، عشان لما تيجي تشبكي ما يبقاش فيه لون بعيد قوي، يعني ما تعمليش الغلطه اللي انا عملتها، الغلطه الشنيعه ديت. فتمام، هنيجي بقى في الفراغ ده هنشتغل 3 حشو. ادي 1 2 3 حشو. تمام، هاجي فوق غرزة الحشو دي هشتغل غرزة حشو بالشكل ده، غرزة حشو. هاجي في السلاسل هشتغل 3 حشو. يا رب اكون قادرة اشرح لك الفكرة. ادي هنا كده 3 حشو، هتقابلني غرزة الحشو الباقية اللي هنا اللي انا قافلة عندها ديت، هشتغل فوقيها غرزة حشو اهي، هشتغل غرزة حشو. تمام، هرجع اشتغل 3 حشو. تمام، انا بقى هكمل في كل فراغ سلاسل هيقابلني هشتغل 3 حشو، وفوق كل غرزة حشو هنا هشتغل غرزة حشو، وهنا هشتغل 4 غرزة حشو. وفي الفراغات الكبيرة ديت اللي هي ال11 غرزة اللي هنا السلاسل او ال5 سلاسل هنا و5 سلاسل هنا، هشتغل هنا 4 حشو وهنا 4 حشو، وهكرر لحد ما اوصل لنهاية الدور، واوريكم ازاي هتشبكوا الوحدتين ببعض. تمام، انا كده خلاص. بصوا، عملتها حشو، بس طبعا انا الدرجة دي افتح من الدرجة دي، فمش هينفع ان انا اشتغل بيها، يعني ان انا اكمل بيها الشال اقصد يعني. فانا هشرح لكم الفكرة. انا خلاص هنا عملت في الفراغ دوت 4 حشو، وفوق كل غرزة عمود بلف هنا 4 عواميد هنشتغل 4 عواميد، هنشتغل فوقيهم 4 حشو. هتيجي في الفراغات اللي هو فراغ 5 سلاسل هتشتغلي 3 حشو، وفي غرزة حشو ما بين الفراغ والفراغ هتشتغلي برضو فيها غرزة حشو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشبك بقى ده في ده. فهنعمل كده، هنجيب ظهر الشغل، يعني الوشين كده بقوا لبعض، الوش ده للوش ده. تمام، وهنعمل كده، هجيب ابرة تنظيف اهي. تمام، وهنبدأ ناخد اهي، بصوا كده، يا رب تكون واضحة. هتاخدوا هنا ده 2، الاتنين فوق بعض اهي، الغرزة الأمامية والغرزة الخلفية اهي، هتاخدوا ديت ومعاها دي، أو ممكن تاخدوا غرزتين بس المقابلين لبعض، الأنسب ليكي اعمليه. تمام، فأنا هعمل ايه دلوقتي؟ أنا هقفل بالطريقة دي، وهخش في الغرزتين التانيين المقابلين، وهسحب الخيط بتاعي. تمام، انا هعمل معاكم شوية بس هوريكم الفكرة بتاعتها ازاي بالشكل ده. ماشي، تمام. هنعمل ايه تاني؟ هيجي برضو هنا اهي في الغرزة اللي بعدها نخش فيها بالشكل ده، وناخد الغرزة المقابلة ليها. تمام، انا هعمل معاكم كام واحدة بس عشان تبقى الفكرة واضحة. تاني، انا خدت دي، هاخد الغرزة اللي بعدها اهي فوق الغرزة المقابلة ليها غرزتين اهم، وهقوم واخداهم سحباهم، وهكذا
هتشتغلي التشبيك بتاع الست وحدات الأمامية، اللي هو 3 في الناحية دي الناحية اليمين و3 في الناحية الشمال بنفس الطريقة. وممكن تشتغلي منزلقة، وممكن تشتغلي الغرزة الأمامية ديت، الغرزة الأمامية اللي في وشها دي بتاخديهم بس يعني في التقفيل براحتك، يعني مفيش حاجة اسمها صح وغلط. اللي انت شايفاه وعينك شايفاه هو اللي تشتغلي عليه، مش ستاندر او ان انت تمشي ستاندر زي ما انا عاملة. تمام. فهعتبر ان انا كده خلاص قفلت مثلا، هيبقى ده الشكل بتاعها اهو. بصوا هنا، اللي انا عايزاه ان الشكل ده يبقى قريب للشكل ده اهو، ده المطلوب. بصوا هنا لما تشتغلي بالطريقة دي هيديكي شكل قريب للطريقة دي. طب ده كده اول جزء، اعتبري ان احنا خلاص قفلنا الجزء ده. عايزة بقى اتكلم معاكم شوية فوق شوية كده. احنا الشال بتاعنا بنشتغل على السمبوكسات، يعني اللي هي هلفهولكوا كده عشان يبقى اوضح. تمام كده. بصوا بقى، احنا هنا احنا جينا اشتغلنا الجنب ده في النص هنا، عشان احنا بنشتغل على الجنب ده عشان ده يبقى نازل معانا كده ورا، يبقى مثلث صح كده. فهنركن الجزء ده كده. فانتي هنا اشتغلتي الجزء ده، اشتغلناه كده. طب لما تيجي تشتغلي الجزء ده ما تقوليش الفه زي ما بدأنا من النص يبقى ابدأ من النص واشتغل، لا. كده هتبقى الغرز هنا مقابلة للناحية التانية ظهرها، هيبقى هنا ظهر وهنا الوش بتاع الغرزة، فهيبقوا مش مظبوطين، الشكل مش هيبقى مظبوط. فهتعملي ايه لما تيجي تشتغلي الجزء التاني؟ هتقومي جايبه الطرف من هنا اهو، هتشتغلي كده 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 لحد ما توصلي لهنا، هيبقى الشغل كده. هتبدأي من هنا وتمشي عواميد، هتشتغلي هنا 4 عمود بلفة. بعد كده هترجعي تشتغلي فوق العواميد ال4 دول، هتشتغلي 4 عواميد بلفة. وفي كل فراغ هيقابلك هتشتغلي فوقيه 3 عواميد بلفة. وفي غرز الحشو هتشتغلي عمود بلفة. تمام. فهتعملي ايه؟ هتبدأي من هنا لحد ما توصلي للغرزة المقابلة ليها دي. يعني ركزي في النقطة دي عشان ما تقوليش احنا بدأنا دي من النص كده فانا الف بقى الشغل بتاعي وابدأ كده، لا، هيبقى الشغل مش مظبوط وهتبقى الغرز مش مظبوطة. هتلاقي نفسك هنا ظهر وهنا وش، لا، يبقى احنا الناحية التانية المقابلة لما تيجي تبدأيها هتبدأيها من الطرف لحد ما توصلي للنقطة ديت. دي اول نقطة كنت عايزة اتكلم فيها. النقطة التانية هعيد معاكي، لو هتشتغلي بنفس الخيط دوت اليزا بيبي سكريم، وما انصحكيش انصحك ان انت تجيبي خيط اتخن. النوعيه اللي انت بتفضليها في شغلك تجيبيها، بس يبقى خيط ما تجيبيش خيوط بيبي خالص، هاتي خيوط سمكها اتخن من شغل خيوط البيبي. تمام. هتجيبي من الخيط ده الساده هتجيبي بكرتين، ومن الجنجاه هتجيبي من 4 ل5، على حسب انت في الاخر عايزة تعملي كثافة الشراشيب بتاعة الشال ازاي، ده بيرجع لك. يبقى من 4 ل5، وانا افضل انه هيبقى 5 ان شاء الله انا هكمله. هيبقى 5 جنجاه و2 خيط سادة. وده كان فيديو النهاردة، والحقيقة انا زعلانة جدا لان كان نفسي ان انا اكمله معاكم، لان هو شكله قيم جدا ويستحق، يعني زي ما ميس ايمان دايما بتقول، يستحق ان دولابك يبقى فيه قطعه فنيه انت عاملاها من ايدك. فانا ما انا زعلانه جدا ان انا ما كملتوش. الحقيقه انا بسبب تاخير نزول الفيديوهات ان انا كنت بدور على خيط وما لقيتش. انا لما اشتغلت فيه اشتغلت على اساس ان انا اليزا دايما متوفره، كل الالوان اللي انا بحبها بلاقيها يعني، فده كان السبب. تمام. بس ده كان فيديو النهارده. لو في اي حاجه واقفه معاكي في شرح الشال، سيبيلي تعليقك في اليوتيوب او سيبيلي تعليقك على الفيسبوك او على اي صفحه او على اي جروب من بتاعي، او خشي خاص عن طريق الصفح بتاعتي، وانا معاكي خطوه بخطوه. اي حاجه عايزه تفهميها انا ما شرحتهاش او انا نسيتها، ابعتيلي سؤالك وانا معاكي، وما تقلقيش لو حابه تنفذيه هبقى معاكي خطوه بخطوه.
تمام. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ولو حاجه بسيطه. كان معاكم ريرا احمد من قناه ريرا كروشيه. اشوفكم فيديو جديد وفكره جديده. سلام.